نجم البوندسليجا ومنافس هالاند الأول في موسم 2021-2022 بيقترب بقوة من النادي الأهلي. أيوة، أنا هنا بتكلم عن الفرنسي أنطوني موديست اللي مسجل 180 هدف في أوروبا ومهاجم بروسيا دورتموند السابق، واللي أصبح قريب جدا من إنه يقود هجوم مارسيل كولر في الموسم الجديد. من خلال الفيديو ده أنا هقولك مين هو موديست وإزاي يقدر يفيد الأهلي لو تم التعاقد معاه، وإيه المتوقع منه خلال الفترة الجاية. أنطوني موديست مواليد 88، يعني بنتكلم في 35 سنة، مولود في فرنسا وقيمته التسويقية حاليا 700 ألف يورو، لكن في سنة 2017 كانت قيمته التسويقية وصلت ل 20 مليون يورو. موديست بدأ مسيرته الاحترافية الحقيقية في نيس الفرنسي في موسم 2007، وبعد كده في 2012 راح البريمير ليج ولعب بقميص بلاك بيرن روفرز قبل ما يروح للدوري الألماني، واللي قدر من خلاله يبرز نفسه أكتر. البداية كانت مع هوفنهايم، واللي قدر يلعب معاه 62 مباراة، سجل خلالهم 23 هدف وصنع 7، قبل ما يروح لكولن الألماني في موسم 2016 وقدر يلعب 157 مباراة، سجل 79 هدف وصنع 10 أهداف. بعد 5 سنوات موديست بيقرر يجرب تجربة الاحتراف في الصين، واتنقل وقتها لأحد الأندية هناك بقيمة 29 مليون يورو. لعب 29 مباراة، سجل 16 وصنع 9، قبل ما يرجع تاني من جديد لكولن الألماني، واللي بيقرر يوديه إعارة لسانت إتيتيان الفرنسي، ولكن بيمر بتجربة مش أفضل حاجة. لعب خلالها 8 ماتشات بس قبل ما يرجع تاني لنادي كولن، وبيقدم موسم تاريخي في 2021. لعب 35 مباراة وهو كان 33 سنة، قدر يسجل 23 جول وصنع 4، وكان خامس هداف البوندسليجا في الوقت ده، وعلى بعد هدفين بس من هالاند. بعد ما هالاند بيسيب دورتموند علشان يكمل مسيرته في مانشستر سيتي، الفريق الألماني بيقرر يتعاقد مع موديست في الوقت اللي سباستيان هالر اتصاب فيه وبعد كتير عن الملعب، لكن موديست ما قدرش يثبت نفسه ويفرض نفسه على تشكيلة دورتموند، عشان كده لقيناه بيلعب 28 مباراة بس، سجل خلالهم هدفين كانوا قدام هيرتا برلين والعملاق البافاري بايرن ميونخ. ومع نهاية الموسم موديست أصبح لاعب فري، ومن هنا الأهلي ابتدى يفكر جديا إنه يدخل في الصفقة دي ويجيبه. طب إيه أبرز مميزات موديست؟ احنا بنتكلم عن لاعب قوي جسديا وبدنيا، وبيقدر يلعب براسه بشكل كويس جدا، لدرجة انه مسجل 36 جول براسه طول حياته، وكمان بيقدر يلعب برجليه الاتنين، ودي ميزة قوية جدا. قدر يسجل برجليه اليمين 62 جول والشمال سجل بيها 16 جول. كمان تحركات موديست ممتازة جدا، وبيقدر يشتغل كمحطة قوية بالرغم من انه مهاجم صندوق كلاسيكي جدا، وبالتالي هو خارج منطقة الجزاء بيفقد خطورته. من الآخر هو مش لاعب دريبلر، مش حريف قوي، ولكن طبعا مع مستويات الدوري المصري والكرة الأفريقية فهو هيكون مهاجم كويس وقادر يعمل كتير وفقا للفوارق الفنية اللي هو متعامل معاها في أوروبا. أما عن السلبيات فطبعا عامل السن، لأننا بنتكلم عن لاعب 35 سنة، ولكن برضه منافسات الدوري المصري والفوارق الفنية تخليه قادر يدي الأهلي موسم أو 2 لحد ما يجي البديل.